مصعب الجوير يؤدي جلسة علاجية في النادي الصحي. عرض الهلال مستمر لضم ثيو هرنانديز رغم رفضه الأول. جلطه سراي التركي يهدد أول صفقات إنزاجي مع الهلال. وزير الرياضة يوجه رسالة حماسية لنجوم الهلال قبل كأس العالم للأندية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل عشاق الزعيم الأزرق ومحبي الكرة السعودية. نبدأ بذكر الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لو كنت هلالي أصيل لا تنسى تدعمنا بالاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد عن الهلال والكرة السعودية. مصعب الجوير يؤدي جلسة علاجية في النادي الصحي. شهد مقر نادي الهلال اليوم تواجد اللاعب الشاب مصعب الجوير، حيث خضع لجلسة علاجية ضمن برنامجه التأهيلي في النادي الصحي. الجوير كان قد تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن التدريبات الجماعية مؤخرا، ويسعى الجهاز الطبي إلى تجهيزه بشكل متكامل للعودة تدريجيا. مصادر داخل النادي أكدت أن اللاعب بدأ يستجيب بشكل إيجابي للعلاج، ما يعزز من إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأسابيع القادمة. الجمهور الهلالي يترقب عودة النجم الواعد الذي ينتظر منه الكثير في خط الوسط، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والدولية المقبلة. علامة عرض الهلال مستمر لضم ثيو هرنانديز رغم رفضه الأول، في تحرك قوي يعكس جدية الإدارة الهلالية. لا يزال العرض المقدم للنجم الفرنسي ثيو هرنانديز قائما ولم يسحب من الطاولة، ورغم رفض اللاعب المبدئي للعرض منذ قرابة 10 أيام بسبب رغبته في مواصلة مشواره الأوروبي، إلا أن الهلال متمسك بضم اللاعب نظير عرض مالي ضخم يتجاوز 30 مليون يورو سنويا، مع مزايا إضافية تتعلق بالإقامة والتسويق الشخصي. الإدارة تعتبر هرنانديز أحد أهم أهدافها في مركز الظهير الأيسر، لما يمتلكه من سرعة وقوة بدنية وقدرة على صناعة الفارق هجوميا ودفاعيا. جلطه سراي التركي يهدد أول صفقات إنزاجه مع الهلال في مفاجأة غير سارة للهلاليين. أكدت تقارير صحفية تركية أن جلطه سراي اقترب من خطف صفقة اللاعب الإيطالي الذي كان من المفترض أن يكون أول تعاقدات المدرب فيليبو إنزاجي مع الهلال. النادي التركي قدم عرضا ماليا منافسا وخطة رياضية مغرية للاعب ووكيله خلال الساعات الماضية، وكان الهلال قد قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع اللاعب قبل أن يدخل جلطه سراي على خط الصفقة. المصادر تشير إلى أن الهلال سيحاول مجددا في الساعات القادمة لرفع العرض أو تقديم امتيازات جديدة لاستعادة الصفقة. وزير الرياضة يوجه رسالة حماسية لنجوم الهلال قبل كأس العالم للأندية. وفي بادرة دعم كبيرة وجه وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رسالة مباشرة للاعبي الهلال، شدد خلالها على ثقته الكاملة في قدرة الفريق على تشريف الكرة السعودية خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية. الوزير طالب اللاعبين بالتحلي بروح الهلال والانضباط والتركيز، وأكد أن الجماهير السعودية بأكملها تساندهم وتنتظر منهم أداء مشرفا. هذا الدعم المعنوي يأتي في وقت حساس قبل انطلاق البطولة، ما يرفع من حماس اللاعبين لتحقيق إنجاز تاريخي جديد. وكذا صديقي الهلالي نكون وصلنا معك لنهاية نشرتنا اليوم. لو كنت مؤمن بقدرات الزعيم وبتتمنى الأفضل له في قادم المناسبات، لا تنسى تدعمنا بلايك واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، وخلك دايما على الموعد مع أحدث أخبار الهلال. ولا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في أمان الله، ونشوفكم في النشرة القادمة. تحدث الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي قبل مشاركة الأخضر في بطولة الكأس الذهبية. رينارد يتحدث عن مشاركة الأخضر في الكأس الذهبية، وقال رينارد في المؤتمر الصحفي: على المدى القصير نسعى أن نكون متصدرين المجموعة أو في المركز الثاني، وننتظر بعدها كيف تتطور الأحداث في البطولة. وتابع: وعلى المدى البعيد لدينا تشكيلة جديدة من اللاعبين ولاعبين جدد صغار، ومهم للاعبين تحمل المسؤولية وحمل شعار بلدهم، وهذه فرصة كبيرة لإثبات أنفسهم لمستقبل الكرة السعودية. ويكمل: هذه فرصة جميلة للمشاركة في البطولة، وفرصة لنا لإثبات وجودنا للمدرب والوسط الرياضي. ويواصل: سعداء أن نكون هنا في البطولة. المباراة الأولى دائما مهمة، ويجب أن نكون مستعدين ونركز لكي نكسب النقاط ال3 نقاط. ويستمر: حينما ننظر بشكل دقيق، أنا أتيت بسبب أن النتائج سيئة في بداية التصفيات. لعبنا 6 مباريات، 4 منها خارج الأرض. المباراة الأخيرة
كان علينا تسجيل 5 أهداف، ولم تسر المباراة على ما نأمل، وفي نهاية الأمر لم نحقق التأهل المباشر، ولكن سعداء أن نلعب الملحق على أرضنا. ويوضح: لاعبو الهلال غير متواجدين في هذه البطولة، ولدينا لاعبين صغار لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب، وفي كرة القدم يجب أن نصبر للحصول على النتائج. عادت إدارة نادي الهلال السعودي للحديث من جديد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نادي جلطه السراي التركي المعار من نابولي الإيطالي. الهلال يتحدث مع أوسيمين من جديد، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نادي الهلال عاد لمفاوضة اللاعب من جديد. الهلال يريد ضمه هذا الصيف، والحديث جاري من أجل انتقاله بعد بطولة كأس العالم للأندية، وكان قد رفض أوسيمين قبل أيام أكثر من عرض مغري للانتقال إلى الهلال دون توضيح أسباب الرفض. اللاعب طالب الهلال بتلبية مطالبه المالية، إلا أن الأمر لم يكن كافياً لحسم الصفقة. كشف الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال سبب عدم سفر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال رفقة الفريق الأول لكرة القدم إلى أمريكا استعداداً للمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025. وكانت بعثة الهلال غادرت أمس الجمعة متجهة إلى أمريكا استعداداً للمشاركة في مونديال الأندية، ويترأس بعثة الزعيم فهد المفرج الرئيس التنفيذي للنادي. سبب عدم سفر بن نافل مع البعثة أكد عبد العزيز الزلال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج أكشن مع وليد أن عدم سفر بن نافل رفقة بعثة الفريق المتجهة إلى أمريكا جاء لعدم استخراج تأشيرة فيزا الرئيس. وكانت بعثة الهلال اختارت منطقة تايسون كورنر في واشنطن كمقر لها، حيث سيقوم الفريق بأداء تدريباته في أحد ملاعب التدريب القريبة قبل التوجه إلى ميامي يوم الاثنين المقبل لبدء مشواره في البطولة. ويستهل الهلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم 18 من يونيو الجاري في أولى جولات المجموعة الثامنة من البطولة، والتي تضم كلا من ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي. الحديث بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي. رونالدو يجدد مع النصر السعودي لمدة موسم، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن رونالدو قد حسم أمره وسيجدد مع النصر حتى نهاية مسيرته. اللاعب يريد الاعتزال مع النصر والتجهيز لبطولة كأس العالم 2026، ولا يريد تغيير البيئة بعد الاستقرار في المملكة حالياً. وحصل رونالدو على وعود من إدارة النصر بتصحيح الإخطاء والتعاقد مع لاعبين جدد وخلق فريق تنافسي. ومن المتوقع أن يعلن رونالدو في نهاية الشهر الحالي عن التجديد مع النصر لمدة موسم واحد.